الأسانسير وقف في دور مش موجود في العمارة. دي قصة حقيقية حصلت في عمارة في مصر. واحد راجع بيته متأخر بالليل، دخل الأسانسير كالعادة وطلع على الدور الخامس. الأسانسير قفل وبدأ يطلع، لكن فجأة وقف. الشاشة كتبت رقم مش موجود أصلا في العمارة. الراجل استغرب. قبل ما يلحق يدوس على أي زرار، باب الأسانسير فتح ببطء. الدور كان ضلمة تماما، مفيش نور ولا صوت ومفيش أي باب حتى، بس ممر طويل أسود. الراجل حس إن في حد واقف بره وبيستناه يخرج. فضل مكانه متحركش، وفجأة باب الأسانسير قفل لوحده ونزل بيه على الدور الأرض تاني. تاني يوم سأل البواب، والبواب قال له الأسانسير ده ساعات بيقف في الدور اللي اتقفل من سنين. من يومها الراجل مبقاش يركب الأسانسير لوحده بالليل نهائي. لو كنت مكانه كنت هتنزل ولا هتفضل واقف؟ اكتب رأيك واشترك في قناة حكاوي المجهول علشان تسمع قصص رعب حقيقية حصلت بالفعل. سلام.